السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كلام في الكورة. النهاردة تالت أيام كأس العالم قطر 2022. اتفرجنا على 4 مباريات كانت فيها ندية كبيرة، 4 مباريات قوية، 4 مباريات كان فيها المتعة حاضرة. واليوم العربي الكبير النهاردة كان يوم كبير على العرب، ابتدتها السعودية قدام الأرجنتين. لو لسه عملتش لايك انزل اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدأ الحلقة. يوم عربي كامل، بدأناها باحتفال بالسعودية على الأرجنتين، المباراة اللي خلصت 2-1 والأداء المشرف والمكسب الكبير للسعودية على الأرجنتين. وكملتها تونس قدام الدنمارك بأداء عالي جدا. تونس ند لند الدنمارك، الكرة العربية الأفريقية ند لند الكرة الأوروبية، مفيش أي فروقات في الملعب. اللي احنا كنا متخوفين منه ما حصلش، مفيش أسماء، مفيش فرق. لعيبة العرب ولعيبة المنتخب التونسي زي ما أنا قلت قبل كده في الفيديو بتاع التوقعات، لعيبة رجالة على مستوى المنتخب، حاسين بالمسؤولية وعارفين قدر البطولة، بيلعبوا بحماس وبأداء رجولي. مدرب تونس كان قاري المباراة كويس، هاجم الشوط الأول وكان ممكن يقدر يخلص الماتش. أي نعم الدنمارك رجعت الشوط التاني كانت فرصها أخطر، بس أنا شايف المباراة كانت متكافئة جدا. 3-4-3 للمنتخب الدنماركي، قابلتها 3-5-2 لمنتخب تونس. يمكن الأسماء اللي احنا كنا منتظرينها في منتخب تونس ما كانتش موجودة، بس الأسماء اللي كانت موجودة كانت على قد المسؤولية وكانت على قد المباراة، وكان ليها فرص. منتخب تونس كانت تقدر تخلص الماتش من الشوط الأول. المباراة التانية كانت بين بولندا والمكسيك، وطبعا يعني اوتشوا ده يا ابني، انت مولود في كأس العالم، مولود في ايدك كأس عالم. اوتشوا ده بيروح يبيع ترمس. اوتشوا ده كل 4 سنين يروح يبيع ترمس، يجيبوه على كأس العالم. يلا يا باشا عشان عندك كاس عالم. اوتشوا في كاس العالم احسن، يعني تشوف كده احسن حارس مرمى في العالم. ازاي ما تعرفش؟ هو كده يعني في ماتشات كاس العالم بيتحول لبوفون بقى، الفاندر سار هو بيتحول بعد ما يخلص كاس العالم. طبعا هستأذنكم بقى عشان انا عندي شوية ترمس كده اروح ابيعهم. ضربة جزاء من روبن ليفاندوفسكي كانت ممكن تغير مجرى المباراة خالص. هو اوتشوا بيخلي المكسيك في المباراة وبيخلص نقطة للمكسيك من ماتش بولندا، ماتش صعب جدا. والتعادل خدمة لينا كعرب إن السعودية تتصدر مجموعتها بال3 بونت اللي أخدتها من الأرجنتين الصبح. الماتش الرابع كان بين بطلة العالم فرنسا وما بين استراليا. استراليا كان لها هجمات خطيرة ولها كورتين في القائم، بس طبعا يعني هتروح فين؟ 4-4-2 بتقابل الكلاسيكية الديشامب 4-3-3 المنتخب فرنسا المتعود عليها، ب3 في الهجوم، مبابي وديمبلي ووسطيهم جيرو بعد غياب كريم بنزيما اللي أحزنني أنا شخصيا. يعني أنا كنت حابب أتفرج على بنزيما في كأس العالم قطر 2022، بس لعنة البلندور هي اللي أثرت على كريم بنزيما، أخد عين جابته ورا، ما خلتوش جيله قدام تاني، ما شافش قدامها، مش شايف قدامهم بعدها تاني. لعنة الكرة الذهبية خلتنا نشوف جيرو اللي النهاردة بيعادل رقم تيري هنري كهداف لمنتخب الديوك الفرنسية على بعد هدف واحد عشان ينفرد بصدارة هدافين قائمة المنتخب الفرنسي ويعدي تيري هنري. دي كانت الماتشات بتاعت النهاردة في وقت موجز وسريع.